خلصنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، عايزاكم تسمعوا معايا صوت القرمشه. شايفين بقى ما شاء الله؟ شفتوا بقى؟ سمعتوا صوت القرمشه؟ بصوا كمان مستويه وزي الفل، حاجه كده قمر ما شاء الله، اللهم بارك. قبل اي حاجه كده، يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين عليكم، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل الاكله اللي مختلفش على اتنين، العيال كلها بتحبها، العيال كلها بتحبها بصراحه يعني. هنعمل كنتاكي في البيت، طريقه سهله ولذيذه كده ونضيف ومضمون، ومش عايزه احدث ولا حرج، مش عايزه اقول اكتر من اللي انا قلته. طبعا كلنا عارفين ان في مشاكل كتير قوي على وجبات كنتاكي، لا فيها دم، لا مش مستويه، لا مش عارف ايه. طب ما احنا نريح نفسنا، ايه المشكله يعني؟ هنعملها في البيت. بصوا، اول حاجه كده مبدئيا دي نص فرخه، انا مقطعاها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا فرخه كامله بقى، نص فرخه، صدور، دبابيس، زي ما تحبي، زي ما انت عايزه. انا كده كان عندي نص فرخه، مسكتها قطعتها بالشكل ده وحطيتها كده في محلول نقع، عباره عن ملح وجنزبيل ومعلقه سكر وشويه خل ومعلقتين من الدقيق وشويه ميه. نقعتهم كده حوالي نص ساعه، وبعدين شطفتها كويس جدا ونشفتها كده وصفتها زي ما انتوا شايفين. نسمي الله بقى ونصلي على رسول الله ونبتدي نعمل الخطوات بتاعتنا. اول حاجه هنجيب الفراخ بتاعتنا كده، نديها بس كده فتحات بالسكينه في كل الاتجاهات عشان خاطر تشرب من التتبيله، وفي نفس الوقت لما نيجي نسويها كمان تستوي من جوه، يعني البخار ده يخش في وسط الفتحات يسويها من جوه. تمام كده يا حلوين؟ تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده، دي نص فرخه. طبعا بقى اعملي العدد اللي يريحك، عايز تعملي فرخه كامله، عايز تعملي دبابيس، عايز تعملي اجنحه، عايزه تعملي صدور، زي ما انت عايزه المتاح عندك اعمليه. اهو انا زي ما انت شايفه كده عملت فتحات في كل الفراخ اللي كانت عندي، اهو في كل القطع اللي معايا. خلاص ركزي بقى معايا ست الكل في الخطوه اللي جايه دي، ودي اهم حاجه اللي هي التوابل. طبعا بقى كنتاكي بيعتمد على المرقه، فاحنا مش هنحط مرقه كتير، بس هنحط مكعبين من المرقه. ومعانا بقى بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبودرة كاري وبودرة كركم وملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة وسنة كده بسيطة من الشطة. لكن لو انتي بتحبيها سبايسي قوي فكتري الشطة، بس انا عشان عندي اطفال صغيرة وهتاكل منها فما بحبش بصراحة ان انا اديهم حاجة كده تكون حراقة يعني او حامية. حطيت كده نص التتبيلة وشلت كده نصها على جنب. هنحط بقى هنا صويا صوص، معلقة من الصويا صوص ومعلقة من الباربيكيو صوص. ودي اهم حاجة، الاكلة دي بتعتمد على الصوصات. معلقة كمان كده من الكاتشب. وهنبتدي بقى نغلف كل الفراخ اللي معانا دي بالتوابل والصوص اللي احنا حطيناه. تمام كده؟ تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. حط بقى كده دي معلقة لبن رايب، انا كان عندي لبن رايب، كنت عامله لبن رايب يعني، فخدت كده معلقه. ممكن تحطي زبادي، ممكن تحطي لبن، ممكن تحطي ميه، على حسب المتاح عندك. يعني انا ما بقيتكيش بحاجه، بس انا عشان عندي لبن رايب. طبعا احنا عارفين ان الزبادي واللبن بيطري لحم الفراخ كده وبيخليها بيضه، ويعني بصراحه بيديها طعم حلو وبيسرع في سواها. تمام. فحطيت معلقتين كده من اللبن الرايب، ممكن تحطي زبادي وممكن تحطي لبن حليب. حطيت كمان شويه كده من الميه، حوالي نص كوبايه، علشان خاطر ما تبقاش ناشفه. يعني انا عايزاها كده تبقى غطسانه في قلب الصوص، عشان هي كده تعتبر بتستوي، يعني حوالي كده نص سوا، يعني نص سواها بيبقى في الصوص ده. حطها كده في التلاجة حوالي 6 ساعات، مش اقل من 6 ساعات، لو اكتر من 6 ساعات يكون افضل، يعني ممكن تعمليها من بالليل للصبح. طبعا نعمل سلطه الكورسلو. معايا هنا كرنب بقى احمر، ومعايا هنا جزر وليمون وخل وزبادي وعسل ومايونيز. طبعا ممكن تحطي بقى الكرنب اللي هو الابيض او الكرنب الاحمر ده زي ما انت عايزه، المتاح عندك حطيه. تمام كده. يلا بينا. هنجيب بقى كده بولة عندنا نحط فيها، نعمل بقى الدريسنج بتاعنا او الصوص بتاعنا بتاع السلطة. هنحط كده كوباية من الزبادي. تمام. انا شلت منها معلقة على جنب، المهم. وهنحط كمان معلقة من المايونيز، ممكن تعمليها بمايونيز بس وتستغني عن خطوة الزبادي، بس يعني بحس ان الزبادي بيديها طعم كده اغنى. واحط كمان معلقة من الخل.
وعصرة ليمونة. هنعصر بقى الليمونة بتاعتنا دي، هنشيل بس كده البذر بتاعنا اللي وقع ده اهو. هنعصر بقى بقية الليمونة. طبعا هي بره مايونيز وعسل او سكر وخل، ما بيتحطش فيها اكتر من كده، بس احنا بقى بنعمل حاجة في البيت لولادنا فبنعززها شوية، يعني بنعزز الطعم بتاعها. حطيت كده حوالي معلقة كبيرة من العسل، وهحط كمان رشة من الملح كده عشان تعادل لي طعم العسل، ما يبقاش كده بيجزع يعني وانتي بتاكلي. والسلطة دي بتتاكل ساقعة يا جماعة، بتبقى تحفة. يعني انا عن نفسي بسيب الفراخ وباكل السلطة. تمام. احط كده حوالي معلقة من السكر، معلقة كبيرة، انا طبعا المعلقة اللي في قلب العلبة دي صغيرة خالص، فحطيت كده 4 معالق صغيرين بما يعادل معلقة كبيرة. هاخد بقى الكرنب بتاعنا اللي احنا بشرينه بالمبشرة، ممكن تخرطيه على ايدك عادي، بس انا بصراحة خطوة المبشرة دي بتبقى اسرع. والجزر كمان هنديله بقى كده تقليبة في قلب الصوص ده، وعشان دي هتدخل التلاجة هتقعد لها كده فترة حلوة في التلاجة، فكان لازم نعملها بقى بعد خطوة الفراخ على طول. تمام كده. هنا كده انا حسيت ان هي محتاجة صوص زيادة مني، فهحط لها كده حوالي يعني ربع كوباية من الحليب اللبن اهو. بصوا حطيت كده حوالي ربع كوباية من اللبن. خلص كده تمام قوي. هغطيها بقى وادخلها التلاجة تسقع، عبال ما نخلص الاكل بتاعنا هتكون بقت كده حاجة مش عايزة اقول لكم زي الفل. نيجي بقى لشوية البهارات اللي احنا بقيناهم من التوابل اللي احنا حطيناها على الفراخ، نفس الصوصات اللي احنا حطيناها دي اللي هنعمل بقى بيها رز الريزو. هتاكلي احلى طعم رز ريزو والله العظيم، احلى من كنتاكي. حطيت بقى باربيكيو صوص وصويا صوص، واحط كمان معلقة من الكاتشب. هقلب بقى فيها كل التوابل دي. طبعا التوابل بتاعتنا عبارة عن جنزبيل بودرة، وعبارة عن مكعبين من المرقة، ممكن تحطي اكتر بس يعني انا كفاية كده مكعبين حلوين قوي. وتوم بودرة وبصل بودرة وبودرة كاري وبودرة كركم زي ما انت عايزة، ممكن تحطي سنة زعفران، ممكن تحطي معلقة بابريكا، المتاح عندك حطيه. خلاص كده. ده الصوص بقى اللي هنعمل منه الرز. حلة على النار، حطيت فيها معلقة من الزيت، حط كمان معلقة من السمنة. استنى بس كده السمنة تسخن معايا، وهحط ربع كوباية من البصل المفروم، انا فرماه كده بالسكينة، بس فرمان ناعم شوية ما يبقاش خشن عشان ما يبانش. ممكن ما تحطيش خطوة البصل، بس البصل بيدي طعم للرز. شوحنا بقى كده البصل بتاعنا، مش هنحمره طبعا عشان ما يقلبش على رز صيادية. تمام. هنحط بقى الصوص بتاعنا ده، وشمي هنا بقى يا ست الكل احلى روايح. خلاص بقى حطيت الصوص كده وهديله تقليبه، انا طبعا موطيه النار عشان الصوص بتاعي ده ما يتحرقش. هديله بقى كده تقليبه، وهنزل عليه بكوبايتين من الرز المصري المغسول، رز من بتاعنا العادي مش بسمتي ولا حاجه، رز مصري غاسلين الرز مصفيينه. هننزل بقى عليه وهنديله كده تشويحه مع البهارات بقى والصوص بتاعنا ده لحد كده ما كل الرز يتغلف ويشرب ميته كده، تسمعي صوت الطقطقه. طبعا على نار هاديه شويه عشان خاطر الصوص بتاعنا ما يتحرقش من تحت. بصوا بقى شايفين لونه ولا الريحه؟ مش عايزه اقول لكم، بامانه جربوه ان شاء الله هيعجبكم. واكتبوا لي بقى رايكم في الكومنتات. هننزل بقى كده عليه حوالي كوبايتين من الميه، يعني كوبايتين رز عليهم حوالي كوبايتين من الميه. اديله بس تقليبه كده. بصوا بقى لون الميه بتاعت الرز اتغيرت ازاي في ثواني. لو وصلنا بقى لحد هنا من الفيديو، يا ريت ما نبخلش على بعضينا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس على علامه الكل، واتمنى تنوروني في القناه. هنا بس كده كنت بدوق بقى عشان المرقه، فبشوف كده محتاج ملح ولا لا. احط كمان حوالي نص معلقه كده من الملح، وكده خلاص الرز بتاعنا كده تمام. اديت له تقليبه وهغطي عليه، اول ما هيغلي هوطي عليه النار خالص عشان ما يلسعش من تحت. نيجي بقى كده للكفر بتاع الفراخ. انا هنا حاطه طبق وحاطه كده في قلب منه كيس، ومعايا هنا كوبايتين من الدقيق عليهم 4 معالق من النشا.
حط بقى رشة من الفلفل الاسود ورشة كمان من البابريكا. هنا دي رشة بهارات فراخ، ورشة من البابريكا، ورشة من الكركم، وكمان رشة من الكاري زي ما انتوا شايفين كده. يبقى حطينا كركم وكاري وبابريكا وفلفل اسود، وهحط كمان معلقة من الملح عشان خاطر الكفر بتاعنا ده يبقى له طعم، ما يبقاش دلع. هديهم بقى تقليبة كده مع كوبايتين من الدقيق و4 معالق من النشا. تقدري بقى تزودي الكمية على حسب كمية الفراخ عندك. كده خلاص كانت الفراخ بتاعتنا بقى عدى عليها كده حوالي 8 ساعات. هاخد بقى كده الفراخ بتاعتي كده واحطها في قلب الكيس زي ما انتوا شايفين اهو. هديها بس كده تقليبة. بصوا بقى الكيس بيسهل عليا ازاي، من غير بقى ما اعفر الدنيا حوالين مني ولا اي حاجة. في قلب الكيس كده وبفضل انطقها عشان خاطر تاخد التجزيعة بتاعة الكنتاكي دي. كده اول مرة بنفضها كده يعني بنفضها كويس جدا. بنزل بقى عليها كده في مية ساقعة وارجع احطها تاني في الدقيق. موضوع سهل وبسيط. كل ما تحبي بقى الكفر يكون اتقل حطيها في المية تاني الساقعة ورجعي حطيها في الدقيق ده. بصوا التجزيعة بقى، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. عامل كمان واحدة معاكم. نفضها بس كده من الدقيق وبعدين هحطها في المية الساقعة وارجع تاني بيها في قلب الكيس اللي فيه الدقيق. تمام كده تمام. خلاص انا مش هعمل اكتر من كده، هما بس كده مرتين كفاية. بصوا بقى واخدة التجزيعة اهي ما شاء الله من دلوقتي. يلا بينا بقى على الزيت عشان خاطر نقلي بقى الكلام بتاعنا ده. حلة كده حطيت فيها زيت عشان يبقى زيت غزير. بصوا هي الكمية تبان ان هي كتير لكن هي مش كتير. انا طبعا حاطة في حلة صغيرة عشان خاطر ما استهلكش زيت كتير. تمام. هننزل بقى كده بالفراخ بتاعتنا. بصوا واخدة التجزيعة بتاعت الكنتاكي اهي. وسع بس كده، مش هحط اكتر من كده. انا هعمل كده قطعتين بقطعتين. ممكن بقى لو عندك حلة كبيرة شوية عايز تخلصي من الكمية كده على مرتين فبراحتك زي ما تحبي، بس انا يعني واحدة واحدة كده لسه بدري يعني ما وراناش حاجة. بصوا اول ما بنزل بيها كده لازم يكون الزيت سخن. اول ما تبتدي كده ايه تتكتك كده معايا شايفين الزيت مغطس الفراخ بتاعتي، بهدي عليها النار خالص. بتاخد كده حوالي تلت ساعة لنص ساعة الا 5 دقايق، وبعد كده برجع ارفع عليها النار تاني. بصوا تتحمر بقى كده وتاخد الطبقة اللي هي الكريسبي اللي من بره. يبقى كده احنا ضمننا ان الفراخ بتاعتنا استوت 100%. بغطي عليها كده زي ما انتوا شايفين وبرجع اعمل نفس الحركة دي تاني. بغطس كده في قلب الدقيق وبعد كده بطلع احطها في الطبق اللي فيه مية ساقعة وارجع تاني بيها في الدقيق اهو بالشكل ده. يبقى مرة في السائل بتاع اللي هو اللي فيه الصوصات ومرة في المية الساقعة. خلاص خلصنا. يلا بينا بقى نغرف الاكل بتاعنا. شايفين بقى الرز وجماله. طبعا بقى جبت لهم الاطباق دي عشان خاطر يحسوا ان هم قاعدين بياكلوا في المطعم اهو. بصوا الرز مفلفل وحاجة كده قمر ما شاء الله اللهم بارك. بألف هنا وشفا. نبتدي بقى نغرف الاطباق بتاعتنا على حسب بقى افراد اسرتك وعلى حسب العدد اللي عندك. هنغرف بقى الرز بتاعنا كده. شايفين الرز ما شاء الله اللهم بارك. احلى شوية رز ريزو هتاكليهم بالطريقة دي. جربيه وان شاء الله هيعجبك. ولو عجبك ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. حط بقى كده لكل فرد قطعة، من حق كل مواطن قطعة. طبعا الاطباق اللي هي كان فيها قطعة دي كانت للاطفال الصغيرة، بس طبعا كان في اطباق تانية كان فيها قطعتين. هنا بقى نفس الصوص اللي احنا عملنا منه الرز وتبلنا بيه الفراخ. اديله بس كده شكل حلو كده للطبق بكسر اللون يعني. تمام كده. هنغرف بقى بقية الاطباق بتاعتنا بنفس الشكل كده زي ما انتوا شايفين. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. طبعا هي بتقدم معاها بطاطس بس انا بقى ايه ده شيبسي. انا استسهلت بصراحة وجبت كده شيبسي على السريع يعني. خلاص غرفنا الاكل بتاعنا بقى. حطينا كمان الشيبسي ومعاها بقى كوباية بيبسي ساقعة ويا سلام.
بذمتكم مش احسن من انكم تروحوا في المطعم وتدفعوا لكم بقى 1000 جنيه في اكله زي دي؟ طب انتي وفري واعملي بقى بال1000 جنيه اكل الاسبوع كله. هنيجي بقى هنا للسلطه بتاعتنا اللي هي سلطه الكول سلو. بصوا مش عايزه اقول لكم حلوه بشكل غير عادي بجد والله العظيم، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. حركه الزبادي فيها مدياها طعم رهيب، يعني مش عايزه اقول لكم حلاوتها ازاي. طبعا اللي بيحب الكول سلو هيبقى عارف الكلام اللي انا بقوله ده. يعني انا مش عايزه اقول لكم ان انا ممكن اسيب الاكل ده واكل السلطه بس. شايفين بقى ما شاء الله بألف هنا وشفا. طبعا الاطباق اللي فيها قطعتين كده من الفراخ دي كانت للاشخاص الكبيره، والاطباق اللي فيها قطعه واحده دي كانت للاطفال. هنا بقى الصوص اللي اتبقى ده هحط عليه معلقه شطه كبيره عشان يبقى كده صوص حار محدش يجي جنبه غيري. انا طبعا عشان بحب السبايسي، بس ما بحبش احط يعني شطه كتير في اكلي عشان معايا اطفال صغيره.